مساء السعادة، ازيكم يا ولاد؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. داخلين بقى على موسم العيد، وطبعا بقى لازم الفسيخ والملوحة والحاجات الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. لما انزل بقى عشان اشتري شوية فسيخ والاقي الكيلو ب400 جنيه يبقى حرام علينا قوي. طب ما انا اعمله بقى في البيت واخلي بقى بديل الفسيخ، وبطريقة حلوة قوي وسهلة وبسيطة ومش هتكلفني خالص. وعشان نعمل بقى فسيخ الغلابة مش هجيب غير ب40 جنيه، وعلى فكرة ممكن تجيبي ب30 جنيه، وهتخليلي بقى كيلو ملوحة كده، حاجة كده عسل عسل عسل. واقولك مش هتقعد معاكي اكتر من يومين، هتعمليها وفي يومين تاكليه. ندخل على مطبخنا المتواضع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهنا بقى يا حبايب قلبي لقيت الراجل بيقول البسارية الصحي بكام يا عم؟ البسارية قال لي الكيلو ب40 جنيه، وده طبعا بالنسبة لأسعار الأسماك بتاع اليومين دول سعر حنين وعلى قد الإيد. بصراحة أنا كنت جايباها عشان أشويها، وللأسف الشديد نسيتها في التلاجة. طبخت طبخة النهاردة وقلت أعملها لكم. وزي ما انتوا شايفين بقى أنا استخدمت هنا 4 معالق كبار من الملح، عليهم معلقة كبيرة من الكركم ومعلقة من الشطة. وللأسف الشديد حتة إن أنا الإضافات بتاعة التوابل دي ما جاتش معانا في التصوير، التليفون فصل مني ازاي معرفش. جبت برطمان عادي خالص، برطمان ازاز، وهبدأ ارش شوية من الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض. وطبعا لازم نكون غاسلين البسارية دي كويس قوي ومصفيينها في مصفى، لازم تتخلصي من اي مية جواها. بصي بقى، طبقة من السمك وعليها معلقة حلوة كده من الملح بالشكل اللي انت شايفاه، وراقة ورا التانية لحد ما تخلصي الكمية. بذمتك بقى فيه اسهل واسرع من كده؟ شايفين التوابل اللي قلتلك عليه؟ 4 معالق من الملح وعليهم معلقة كبيرة من الكركم، وما تستغربيش بيخلي اللون جولد كده وجميل قوي. وعليهم من معلقة لمعلقتين شطة، والشطة هنا يا حبايب قلبي بتخليلي السمكة حلوة كده ولونها هايل. خلصت الطبقات كمية ورا التانية، وبدأت ان انا اضغط عليهم ضغطة خفيفة بظهر المعلقة، وعلى الوش خالص احط معلقتين من الخلطة اللي انا قلتلك عليها. وعلى الوش بضيف برضه حوالي 3 معالق من زيت الزيتون او زيت الذرة، اي زيت عندك يكون ريحته كويس. خلصت بقى اللهم بارك الخلطة بتاعتي، وزي ما انتم شايفين الزيت بيبقلل من الجنب عشان يتغلغل جوه السمك او يتغلغل في قلب البرطمان. شايفين بقى كده؟ خلاص انا خللت السمك، وبجد بجد هتاكلي احلى احلى واطعم من الفسيخ اللي انت بتجيبيه. وحاجه كده انت عاملاها في البيت وضمناه. تقدري تضيفي شرايح من الليمون برضو بتدي طعم هايل. ما كانش عندي فعادي خالص ما استخدمتش. بقيت التمليحه اللي معانا برضو انا هنا عندي شويه برضو من السمك، فهبدا ان انا اقلبها بالشكل اللي هتشوفيه. اهم حاجة تغطي السمك كله بالتوابل والملح اللي احنا ضفناه. شايفين بقى؟ اللهم بارك السمك مفلفل وزي الفل، مفيش فيه خالص مي. وكده بقى هتضمني ان انت تاكلي احلى سمك مملح. لو سألت على المخلل اللي احنا عملناه النهاردة او مخلل السمك اللي احنا عملناه، هيبقى زيه زي مخلل الانشوجة اللي بتشرى في الهايبر ماركت باسعار عالية. باقي الكمية بقى هحطها في كيس. انا هنا خللت بطريقتين، تقدري تستخدمي كيس تلاجة عادي خالص، اهم حاجة يكون ناشف، وتقدري تستخدمي اي برطمان ازاز عندك. عبي بقى الكمية كلها بتاعة السمك بالشكل اللي انت شايفاه، ولو عندي اي ملح او اي توابل ببدأ ان انا اجمعهم واحطهم في الكيس بالشكل اللي انت شايفاه. الكمية بتاعة اللهم بارك بقت ما شاء الله كمية كبيرة. اضيف لها بقى شوية كده من الزيت، وهحاول ان انا افضي اي كمية هوا من الكيس، واعبي بقى الكيس جوه كيس جوه كيس لحد ما تحسي انه مش هيطلع معاكي اي روايح. بصي بقى انا عن نفسي احتفظت بيه في التلاجة، تقدري ان انت تحتفظي بيه في ضلفة المطبخ او في اي مكان انت تحبيه. وهنا صدقوني والله بعد يومين اكلنا منه بسم الله ما شاء الله، كان هايل. يعني لو انت شطرتي وجبت بكرة الصبح من اي سوق هتاكليه يوم العيد. وهنا بقى البرطمان والكيس زي ما انت شايف، من وقت للتاني ببدأ ان انا اقلبه على جميع النواحي عشان اتأكد ان الملح والزيت غلفوا تغليف تام. شايفين بقى؟ اللهم بارك، ادي البرطمان وادي الكيس. شكل السمكة المتملحة معانا هايل. بصراحة البرطمان لما فتحته
اتصدمت، الشكل جميل، الطعم اجمل. قدميه بقى كده في العيد جنب بصلة، قدميه جنب اي حاجة، بطاطسية محمرة هيعجبكم اوي، شوية مخلل سردين او بسارية زي الفل. وهنا بقى تقدري تستبدلي البسارية بسردين، برضه هتبقى نفس الكمية، ملحها مظبوط والزيت بتاعها مخليها طرية. اما بقى عن الكركم والشطة فعاطين لها لون هايل. لو قلتلك بقى احلى من السمك اللي احنا بنشتريه من بره مش هتصدقي. وبكده اكون خللت معاكم البسارية بطريقة هايل. لو لسه بقى لحد دلوقتي متابعاني وعجبك الفيديو ياريت ترفعهولي بلايك او ديسلايك، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحبوا بعض.